وبالضبط على بعد 7 كيلومترات من مدينة الناظور تم توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات. عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية كبيرة من مخدر الحشيش و5 ناقلات مخصصة لشحن وتهريب المخدرات. بناء على تحريات ومعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور من إيقاف شخصين يشتبه بارتباطهما بشبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات. العملية أسفرت عن حجز 5 أطنان ونصف من مخدر الشراء، وكذلك حجز 5 سيارات ومجموعة من الهواتف النقالة. تندرج هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية في محاربة التجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أن الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المشتبه فيهم وتحديد الارتباطات والامتدادات الدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.